المكنة وازاي هنتعامل معاها وازاي هنبدأ نتعامل مع المنظومة الجديدة الخاصة بشركة افيد. طبعا احنا المكنة زي ما احنا شايفين هناخدها على وضع ان هي مغلقة. اول حاجة هنعملها ان هنطفي المكنة وهنقلبها على ظهرها زي ما احنا شايفين. نطلع البطارية. احنا شايفين دلوقتي ان المفروض ان احنا مسلمينكم فريق العمل الخاص بشركة افيد سلم كل التجار شريحة خاصة بشركة افيد. اغلبية التجار حطينا له الشريحة رقم 2، وفي بعض التجار عطينا له الشريحة في ايده وقلنا له اول الشهر هتحطها. اللي احنا سلمنا له الشريحة في ايده او اللي احنا حطينا له الشريحة رقم 2 التجار كلها ان شاء الله يوم الخميس بالليل اللي هو الموافق 31/8/2023 هتخلع الشريحة بتاعتنا اللي موجودة في رقم 2 مكان ما انا بشاور كده، هنحطها في رقم الشريحة رقم 1 اللي هي هنا اهو، وتقفل عليها وتطلع شريحة شركة سمارت تخليها معاها بره المكنة. ده أول خطوة هنعملها يوم الخميس بالليل. هنقفل المكنة تاني. طيب بالنسبة للتجار اللي احنا مسلمينهم الشريحة وقلنا لهم أول الشهر هنتعامل أول الشهر تحط الشريحة بتاعت أفيد، هتحط برضو الشريحة بتاعت أفيد رقم 1، ولو المكان رقم 1 عندك فيه مشكلة هتشيل الشريحة بتاعت سمارت اللي في رقم 2 وهتحط الشريحة بتاعت افيد في المكان الصالح للشريحة اللي هو رقم 2. يعني يا اما بتحط الشريحة بتاعت افيد لو انت المكان الاولاني صالح هتحطها في رقم 1، ولو المكان الاولاني فيه مشكلة هتحطها في رقم 2. رقم 3 ده مش مكان للشريحة، انا باكد تاني. احنا عندنا من على الشمال لما نقلب المكنه كده اهو تاني هنشوف مع بعض، ده مكان شريحه رقم 1، ده مكان شريحه رقم 2، ده مش مكان للشريحه، ده مش مكان للشريحه، ده مكان شريحه رقم 1، ده مكان شريحه رقم 2، ده مش مكان للشريحه. المكن التجار ان المكان ده فيه سليم والباب ده سليم مش مكسور هيحط شريحة افيد في المكان ده ويقفل يتأكد ان هو مقفول كويس، وهيخلع شريحة سمارت يطلعها بره المكنة ويحتفظ بيها ويقفل البطارية ويبدأ يشتغل. طب المكان للتجار اللي المكنة عندها فيه مشكلة في المكان رقم 1 ده هيحط الشريحة رقم بتاعت افيد هنا في رقم 2 ويشيل الشريحة بتاعت سمارت خالص ويقفل المكنة برضو ويبدأ يشتغل. ده بالنسبة لمكان الشريحة. طب التجار اللي احنا عطيناها الشريحة في ايديها هيحط برضو الشريحة رقم 1، هيحط في مكان رقم 1، ولو مكان رقم 1 فيه مشكلة هيحط في رقم 2 ويشيل شريحة شركة سمارت خالص ونقفل المكنة. طبعا لغاية دلوقتي احنا كده اجراءات بسيطة ما فيهاش اي نوع من انواع التعقيد ولا ان شاء الله عندنا اي نوع من انواع التعقيد في التسجيل. نبدأ نفتح المكنة بالزرار الاحمر. ونسيب المكنة خالص ما نجيش جنبها، تتصل بالخوادم. اول مرة الاتصال بالخوادم بشركة افيد في بداية تشغيل المنظومة 1/9. هنبدأ نشتغل زي ما احنا قلنا من 31/8 عشان نجرب. ده هياخد في رينج من 30 ثانية للدقيقة حسب قوة الشبكة. هنسيب المكنة خالص مش هنيجي جنبها ولا هندوس على اي زرار لحد ما تجيب لي كلمة يجب تسجيل الدخول. اول ما تقول لي يجب تسجيل الدخول انا كده خلاص على بوابة النظام. هلاقي المكنة عطتني 4 الوان كده لللمض اللي في المكنة. هدوس الزرار ده اللي هو اسمه فانكشن، ده اختصار كلمة فانكشن او الادوات اللي احنا هنعمله. الزرار ده تحت الشاشة على طول قصاد الزرار الاحمر، يعني هتلاقي الزرار الاحمر هو الزرار الناحية التانية. هدوس الزرار واسيب المكنة خالص، مجرد دوسة بسيطة هسيب المكنة خالص. هتقول لي اسم المستخدم. اسم المستخدم ده احنا سلمنا كافة التجار اللي احنا نزلنا لها سوفت وير واعطيناها الشرايح الخاصة بافيد خلال الفترة اللي فاتت
قلنا له صور صورة الإقرار أو انقل الرقم السري واسم المستخدم اللي هتستخدمه 19. اسم المستخدم ده والرقم السري ده اللي هيبقى مسؤول عن فتح نظام النقاط، صرف النقاط وصرف التموين. هندخل اسم المستخدم الاختباري بتاعي. طبعا كل تاجر ليه اسم مستخدم خاص بيه ورقم سري خاص بيه. ادي اسم المستخدم. هدوس بعد كده الزرار الاخضر، هيقول لي كلمة المرور، هدوس كلمة المرور بتاعتي. هيتصل وهسيب المكنة تتصل بالخادم زي ما احنا شايفين كده، الاتصال بالخادم. هتدي استقبال، اختيار شريحة، اتصال بالخادم. مجرد ان هي قالت لي تم تسجيل الدخول، انا كده دخلت اوريدي على النظام. هدوس كنسل. هتقول لي ادخل البطاقة ومتصل بالخادم. هدخل البطاقة بتاعت المواطن على طول. هتقول لي الرقم السري، هضرب الرقم السري بتاع المواطن وهدوس الزرار الاخضر. رقم سري صحيح. هتتصل بالخادم عشان تعرف الرصيد. طبعا الرصيد ده مش رصيد فعلي، رصيد وهمي احنا حاطينه عشان نقدر نشرح لحضراتكم. هتقول لي اضغط الزرار الفا، ده الرصيد بتاع البطاقة 144 جنيه. اضغط الزرار الفا لطباعة الرصيد. الزرار الفا اللي هو الزرار الاصفر اللي تحت الزرار الاحمر. لو انا دوست الزرار ده هيطبع لي رصيد البطاقة في التموين. لو انا عايز ابدأ عملية الشراء على طول هدوس الزرار الاخضر. هتدي لي قائمة تقول لي اول حاجة شراء، استبدال نقاط، استعلام رصيد، اخر عملية صرف. بعمل الاتي. اول حاجة هدوس شراء رقم 1. طبعا دي سكر معبأ 1 كيلو، السعر 12 جنيه 35 قرش. الكمية انا لو عايز اكتب الكمية هكتب الكمية. اول حاجة لو انا عايز 5 هكتب 0.5، لو انا عايز 10 هكتب 10 وادوس انتر وانزل اللي بعده. طب انا مش عايز سكر، اروح دايس الزرار ده، طلع لي زيت خليط. مش عايز زيت خليط، عايز الزرار ده. يبقى التقليب بين القايمة، الزرار ده والزرار ده هو اللي بيقلبوني بين قائمة التموين. اوكي خلاص. انا الكمية مجرد ان انا بكتب مثلا عايز مكرونة، عايز 2 مكرونة 0.2، انا كده خدت 2 مكرونة. هنقوله مثلا عايز 1 دقيق 0.1 او 1 كده الحالتين هتمشي. هنخش بقى على عدس مثلا عايز 0.5، هدوس انتر. كده انا عدد السلع اللي اشتريتها 3، اجمالي السعر 174 جنيه، هامش الربح 2 جنيه. هدوس انتر كده هو بيشتري وهتبدأ عملية البيع. هي دي الفاتورة اللي هتظهر لك ان شاء الله، فاتورة السلع التموينية. التاريخ، التاجر، اسم التاجر، المواطن، رقم العملية، السلعة، الكمية في السعر، وإجمالي المبيعات وخدمات الإلكترونية وحافز البقال ومستحق الدفع من المواطن وصافي الدعم اللي فاضل. طبعا الكلام وعدد الأفراد. طبعا الكلام ده احنا بنعمله اختباري. طبعا لما حضرتك تطلع الإيصال ده هيطلع ببياناتك الحقيقية. خلينا نرجع للشاشة. هتقول لي هنا أنا طبعت نسخة إجباري للمواطن. هيقول لي أنت عايز طباعة نسخة تانية؟ هل أنت محتاج إن أنت تطبع نسخة تانية؟ لا أنا مش محتاج، فهدوس كنسل. كده أنا كنسلت خلاص الطباعة التانية. هدوس بقى الرقم السري تاني. نبدأ نعمل عملية استبدال. ونسيب البطاقة تتصل بالخادم. كده زي ما احنا شايفين ان رصيد التموين فيه ظهر تاني. عشان اخش للاستبدال هخش دوس الزرار الاخضر. اول حاجة شراء، هدوس استبدال نقاط رقم 2. زي ما احنا شايفين رصيدك الحالي من الاستبدال 100 جنيه او 100 جنيه 50 قرش. طبعا هاجي ادوس استبدال نقاط، اضغط ادخال للاستبدال.
هدوس انتر اللي هو الزر الاخضر كده، بتعمل عملية استبدال النقاط زي ما احنا شايفين. طلعت الايصال باستبدال النقاط بمبلغ 100 جنيه. وكده احنا يبقى انتهينا من عملية شراء التموين او بيع التموين بالنسبة للتاجر، وبيع واستبدال النقاط للموظف. شكرا جزيلا لتعبكم معانا، واسفين جدا لو احنا طولنا عليكم. شكرا جزيلا ليكم، واسف جدا للاطاله على حضراتكم، وان شاء الله القاكم قريبا في اقرب وقت. الشبكه بتاعتي الشركه سلمتني شريحه، الشريحه دي مش متوافره مع المنطقه اللي انا موجود فيها. طب وانا هشتغل ازاي واحد 9 والشبكه بتاعتي مش ولا بد. احنا نحب نطمن حضرتك ان حضرتك اساسا كنت شغال بشريحه التموين على المكنه القديمه. حضرتك مجرد ان انت هتاخد الشريحه دي وهتحطها في المكان رقم 1 في مكنه النقط، وتشتغل على طول بدون اي مشاكل. وهيكلم حضرتك مندوبنا يسال حضرتك خلال الاسبوع الاول من الشهر الشريحه المناسبه لحضرتك ايه، واحنا طبعا عارفين الشريحه اللي احنا عطيناها لك وهنوفرها لحضرتك